صباح الصباح واللي جاي أحسن من اللي راح. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وتعالوا معانا النهاردة قمت الصبحية وقلت لازم أعمل الرقاق بتاعي الجميل ده، اللي يعني ايه سهل وبسيط. شوية مية شوية دقيق هتملي بيتك كله خير زي ما انت شايفة. وممكن كمان يعني تعمليه حلو، تعمليه حادق. ازاي؟ يعني ممكن تعمليه اللي هو ام علي، تعمليه حلو. تعمليه حادق ازاي؟ ممكن تعمليه اللي هو تعمليه كبيرة زي كده وتحطي فيها لحمة مفرومة، يبقى عملنا حلو وحادق من الرقاق بتاعنا. وايه مش هيكلفك حاجة بسيطة. حطيت 3 كوبايات من المية، عليهم كيلو من الدقيق. نزلت يعني على المية شوية شوية، ما حطيتش كل كمية الدقيق مرة واحدة علشان ما تحتاجيش مية تاني. نزلت أعجن فيهم كده واحدة واحدة لحد ما أشوف قوام العجين بتاعي يحتاج دقيق تاني ولا لأ. يعني بقيت أرش شوية شوية. نزلت الأول بنص كمية كيلو الدقيق على 3 كوبايات من المية، عليهم نص معلقة ملح بس. وتدوبيهم كويس وتنزلي بيهم بالدقيق وتعجنيهم. أهم حاجة في الرقاق علشان يطلع لك حلو ومورق ومش ناشف ومش شارب دقيق، أهم حاجة تعجنيه وتكون العجنة بتاعته طرية. أيوة معلش يا جماعة، هي مش هتلزق معاكي كتير، بس لما تكوني خادمة العجين كويس وعاملة له عرق وبيمط معاكي مش هيتعبك في الفرد والله. وانت تريحيه بعد ما تعجنيه، تسيبيه يرتاح كده لمدة ساعة. أنا بقول لك ساعة، مش نص ساعة، لا ساعة. سيبيه يرتاح وبعد كده هتعملي ايه؟ هتقطعيه كور كور وتسيبيه 10 دقايق وتفردي، هتلاقيه في منتهى الجمال، بيجري معاكي جرية كده، يعني مش هيستنى معاكي. ليه بقول لك التفاصيل دي؟ لان بصي اي حد هيقول لك اي معلومه تاني ما تصدقيش، لان العجين بتاع الرقاق بالذات كل ما يكون يعني ماسك وتخين كده بيتعبك في الفرد وبيتعبك، وتطلع الرقاق بتاعك او الفطير بتاعك آه ناشف وشارب دقيق كتير ومش بيبقى حلو معاكي في اي حاجه. لكن لما تكوني عجناه عجنه كويسه وخدماه خدمه حلوه كده، وخدتِ واديتِ فيه كده، يعني مش هاقول لِك يعني أكتر من نُص ساعة، وأنتِ تعجنيه بالراحة كده واحدة واحدة، ونسمي الله ونشتغل كده مع نفسنا شوية، هتلاقيها الحاجة معاكِ بقت سلسة، يعني إيه بقت يعني بسيطة وسهلة معاكِ، وبالممارسة. يعني كل حاجة بالممارسة هتلاقيها معاكِ سهلة إن شاء الله، وما فيش أي حاجة صعبة إن شاء الله. عملت الكمية بتاعتي دي وطلّعت يعني زي ما أنتم شُفتوا في البداية كمية رقاق كتير، ويعني ما شاء الله. يعني بُصّي، ممكن تكوني يعني يعني الصبح أو بالليل وعايزة تاكلي حاجة ومش ليكِ نَفْس لأي حاجة، تعملي إيه؟ تجيبي واحدة رقاق زي كده وتجيبي يعني نُص كيلو من اللبن تغليه وتحطّي له سُكّر، وتجيبي الرقاقة تحطّيها كده في طاسة بس ما تشغّليش عليها النار، وحطّي عليها اللبن هتلاقيها دابت معاكِ مش زي أم علي دي. وحديها كده حطّيها كده هتاكلي. والله لو عليها معلقة سمن بلدي أو عليها معلقة زبدة، يا خراشي يا خراشي مش هتبطّلي تعملي الرقاق والله، فعلًا يعني. معلش أنا باخد وأدّي معاكم شوية في الكلام، بس علشان يعني ما تملّوش وتزهقوا، لإن أنا حبّيت أعجن يعني قدّامكم العجين، وعشان ما تزهقوش يعني منّيها. خلّصت العجين وسِبته يرتاح زي ما قُلت لكم ساعة، سِبته يرتاح ساعة. كنت كده في المطبخ شغّالة أغسل مواعين ونضّفت المطبخ، قُلت خلّيه يريّح براحته. كنت قايمة الصبحية كده نشيطة وقُلت يالّا، يالّا يا بت اشتغلي وشوفي هتعملي أحلى رقاق والّا لأ. طبعًا قاعدة مرحرحة كده، معلش يا جماعة ما تأخذونيش يعني، أنا باعمل وصرّحت الفيديو، يعني ما حدّش فيكم يتريق عليَّ. حطيت كده قطّعت كل العجين بتاعي كِوَر، كِوَر، يعني مش عارفة طلعوا والله يعني تقريبًا حاجة و20 واحدة من كيلو الدقيق.
يعني رامة معايا كيلو دقيق، بس هقطعهم وهغطيهم. معاكي كيس بلاستيك غطي، ما معكيش فوطة نظيفة أو ملاية نظيفة وغطي. كده جبت الصينية بتاعتي، صينية الأكل العادية، والله لا أكتر ولا أقل، يعني ولا مثلا طبلية ولا ترابيزة، كده على الصينية وهتخلصي نفسك وتعملي كل حاجة. حطيت رشيت شوية دقيق من فوق وشوية دقيق من تحت وابتديت أفرد. معلش للي مبتدئين، بصي خلي الكورة بتاعتك صغيرة، ما تخليهاش كبيرة، علشان تعمل معاكي ايه، تتفرد معاكي بسرعة وما تكركحش منك، وتبقي يعني ايه، قادرة انك تفرديها وتتفرد معاكي بسهولة. يعني بصوا شايفين العجينة علشان طرية، شايفين طايرة معايا ازاي وسبتها ترتاح براحتها. انا الدقيق بتاعي يا جماعة متعدد الاستخدامات، ما بستخدمش دقيق فاخر والله. إيه الدقيق بتاعي العادي، دقيق التموين العادي، يعني لا جبت طلعت برا بيتي ولا اي حاجة، وادي الفطيرة بتاعتي. وبالراحة معلش، انا علشان بالممارسة انا عارفة يعني الرقاق بتاعي يتفرد ازاي ويتعمل ازاي ومتعودة. انتي حاولي بالراحة، يعني كده العجين تتعاملي معاه بالراحة خالص. وهتشوفيني بعد كده انا هكبرها ازاي. شايفين كمية الدقيق اختفت اهي، انا اللي حطيته فيها. وبعد كده ايه، هنفضها من الدقيق علشان ايه، تبقى معاكي ما شرباش دقيق خالص. شايفين؟ اه. ايوه تهويها. انت طبعا لو مبتدئه ما تعمليش الحركه دي غير لما تتمكني، لان الحركه دي ما بيعملوهاش غير لما تكوني ايه، خلاص اتعودتي وعارفه ان قادره تمسكي النشابه، وقادره تتحكمي في الفطيره او الرقاق اللي معاكي. بصي كده هكبرها خالص وتبقى كبيره خالص. هولع الفرن بتاعتي وهخليها سخنه يا جماعه. ليه يعني مش سخنه، يعني وسط. ليه؟ علشان برضو الرقاق بتاعك يتحمر وبيتنفخ فوق وتحت معاكي. لما تكون العجينة مخدومة كويس هتلاقيها بيطلع فقاعات كده، بيبقى ناجح، يتنفخ معاكي فوق وتحت. النار تبقى وسط فوق وتحت، بس تستني عليها لحد ما تسخن. لو معايا لحد دلوقتي ما دوستش لايك وشير للقناة وكومنت جميل حلو منيك يا ست الكل، يا ريت ما تتأخريش علينا بلايك وشير والكومنت. ما تنسناش بالكومنتات الجميلة. ربنا يبارك في صحتكم ويبارك لي فيكم يا رب. كده خلاص، انا الرقاق عملت معاكم رقاقة واحدة بس علشان ما اطولش عليكم. وطبعا انتي يا ست الكل عارفة ان النشب بتاع الرقاق والله سهل، والله ما صعب. يعني لو مرة اتنين تلاتة اتعلمتي هتلاقيه سهل ومش صعب. اهم حاجة زي ما قلتلك العجينة بتاعت الرقاق بس، وتخليها خفيفة وما تحطيش دقيق كتير. الدقيق كتير يا جماعة بيتعبى في الفطيرة او الرقاقة، وتطلع لك كلها دقيق وناشفة. لو عملت منها اي حاجة وانت بتكسريها تلاقيها كلها دقيق. بس انت لو لسه مبتدئة، واحدة واحدة زي ما قلت لك، يعني الكور خليها صغيرة خالص وافردي فيها بالراحة، وحطي لها دقيق الاول، ما تحطلهاش دقيق تاني، افرديها وبعد كده ما تضغطيش عليها جامد. بس اهي بصوا كده عبت الصينية خالص كده. انا بسرعة كنت مسخنة الفرن، مولعاها ومسخناها جنبي، وكده هروح احطها في الفرن بسرعة تستوي، وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة. يعني حاجة سهلة وبسيطة، وتنوع منيها أكلاتك وتنوع منيها اللي انت عايزاه. معلش الإضاءة يا جماعة، التليفون بس كان فصل معايا وما ادانيش أو اداني الإضاءة المطلوبة. كده الفطيرة بتاعتي أو الرقاقة بتاعتي خلاص، هروح أحطها في الفرن. أهو زي ما انتوا شايفين كده، ولعت الفرن، كنت مولعاها من تحت وسخناها، هولعها من فوق علشان ايه، تتنفخ معايا زي ما انتوا شايفين. اهي عبت الفرن، معلش على ده انا اسفة. وطلع معايا احلى رقاق زي ما انتوا شفتوا. ادي الكمية كلها. يا ريت كنتوا قريبين وتفضلوا معايا، ويا ريت تجربي ومش هتندمي. يعني قومي اعملي بسرعة، نص كيلو، ما تعمليش كتير، اعملي نص كيلو او 3 كوبايات وجربي فيهم، هتلاقيه ناجح معاكي وهتلاقيه يكفيكي. السلام عليكم ورحمة الله.